لو انت من الناس اللي بيحبوا ينضفوا السكيت بتاعهم بين فتره وفتره، او انت شخص عايز تنضف السكيت بتاعك، لاحظت ان هو وسخ وعايز تنضفه لكن مش عارف او خايف انك تنضفه او تعمل حاجه غلط، حابب اقول لك الفيديو ده متقدم ليكوا علشان هوريكم الفيديو دوت ازاي تنضف السكيت بتاعك بادوات بسيطه جدا واغلبها موجوده في البيت وبكل بساطه. وقبل ما نبدا، السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ اخبار الدنيا معاكم؟ طمنوني عنكم. معاكم هشوم، والنهارده هوريكم ازاي تنضفوا السكيت بتاعك من اللاينر لحد الويلز، فما نطولش عليكم، فيلا خلونا نبدا. طيب، اول حاجه ممكن نيجي نتكلم عنها اللي هو اهميه انك تنظف السكيت بتاعك. اهميه انك تنظف السكيت بتاعك بشكل عام ليه اكتر من اولويه. اول حاجه الشكل العام، بشكل عام السكيت دهوت بيدل على شخصيتك او نظافتك الشخصيه، فلما يكون السكيت بتاعك نظيف او اللاينر بتاعك نظيف فده بيدل انك مهتم جدا بالسكيت بتاعك. ولو انت شخص عملي وما مهتمش بالشكل العام او الناس بتقول عليك ايه من ناحيه نظافه السكيت بتاعك، فهيجي حاجه تانية اهم وهي العمر الافتراضي بتاع السكيت. لما يكون البيرك عندك نظيفه والويلز عندك تكون نظيفه والبوت واللاينر يكونوا نضاف، فبالتالي انت كده بتحافظ على السكيت بتاعك وبتحافظ على عمره، لان التراب دهوت بيبهدل السكيت بشكل عام. فنظافه السكيت تعتبر ليك اولويه علشان تحافظ على السكيت بتاعك. والادوات اللي احنا هنحتاجها علشان تنظف السكيت بتاعك الالانكهات، وهنحتاج مفك معانا برضو، وهنحتاج دبليو 40 علشان لو في عندنا صدى او اي حاجه عشان المسامير، وهنحتاج صحن عشان نحط فيه الماده اللي احنا هننضف فيها، وهنحتاج فرشه اسنان واحده، انا جايب اتنين صراحه عشان حاجه للويل وحاجه للبوت، وهنحتاج مناديل وحته قماشه. ونيجي لاخر حاجه وهي البريل. تمام، هنحتاج البريل علشان لما نيجي ننضف البوت. طبعا البريل مش هيديك افضل كفاءه في تنظيف السكيت، وانا جربت قبل كده في السكيت الاصفر في التجربه الاولانيه في تنظيف السكيت وخدت منه نتائج لطيفه جدا. وبما انه هو موجود في كل بيت مصري فبالتالي الموضوع انك توصل له هيكون سهل، ومش هتحتاج انك تعقد نفسك ولازم اجيب حاجه معينه او كده. لو عايز حاجه تانية في خيارات موجوده على النت، ممكن تلاقي مواد تانية تنظف بيها السكيت بشكل احسن. يلا خلينا ننسى الحاجه ديت ويلا خلونا نبدا. طيب، اول حاجه نشيل القماشه ديت عشان ما نغلطش نفس الغلطه المره اللي فاتت. نجيب بقى السكيت اللي احنا هننضفه. هو مش السكيت بتاعي ده، سكيت واحد صاحبنا اللي هو عبد الله. شفت السكيت بتاعه فحبيت ان انا انضفه له يعني عشان هو كان متبهدل وكده، وحرام صراحه انا بحب الاف ار 1 فحرام ان انا اشوفه بالشكل دوت. فيلا خلونا نبدا ونفكك السكيت بتاعنا. الو، يخرب بيت كده. طيب يا جماعه، في خبر محبط شويه. كنت حابب ان انا افك الويلز وانضفها قطعه قطعه، وافك البيرنج يعني وانضف الويلز كده تحت الحنفيه، والفريم برضه حابب ان انا كنت انضفه من بره ومن جوه، ولكن هنضفه هو متركبين. تعالى نضفها احسن من كده، ولكن اوكي مش مشكله. بس اهم حاجه نطلع ان هو السكيت بتاعنا نظيف وما فيهوش اللي هو التراب حتى ما بين البيرنج والفريم. فيلا خلينا نفك الثبات ونفك اللاينر ونفك الحاجات الكتيره دي قدامي، ويلا خلونا نبدا ما نطولش. طبعا في اغلب الاحيان مش لازم انك تيجي تفك السكيت كامل، ولكن علشان تاخد افضل نظافه تعملها مثلا كل 6 اشهر او كل مثلا 4 اشهر وتنضف السكيت بشكل كامل. طيب، فكان دلوقتي السرابات وداخلين دلوقتي اننا نفك الرباط علشان نيجي نطلع اللاينر. طيب، هو بعيدا ان احنا فكينا الرباط، انا صراحة مغرم جدا بفكرة ان هو الوش بتاع الرجل كبير جدا في الاف ار ده، بيديله سلاسة علشان الرباط هو اللي بيمسك وش رجلك بشكل كامل. الموضوع لطيف جدا، وحتى اللاينر يا جماعة بتاعه فظيع. لا لا لا، فظيع فظيع ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يا جماعة، فكينا الرباط طبعا نرميه بعد الوقت علشان يتغسل. دلوقتي بقى نيجي نطلع اللاينر بتاعنا. خلي بالكوا يا جدعان، اي قطعة او اي حاجة صغيرة كده حاولوا انها ما تضيعش منكم. طيب يا جماعة، طلعنا اللاينر نرميه بقى. طيب يا جماعة، دلوقتي احنا فكينا البوت وظبطنا كل حاجة. دلوقتي احنا جاهزين ان احنا نبدأ ننضف السكيت بتاعنا. اول حاجة هات فرشة ناشفة من غير ما تحط فيها مية او من غير اي حاجة، وابدأ بقى فرش السكيت بتاعك كأنك بتفرش اسنان حرفيا. طيب يا جماعة، اكتشفت ان انا ما فكتش الكف. في ناس ما بتحبش انها تفك الكف ولا تفك اي قطعة في السكيت بتاعها علشان المادة الزرقاء اللي بتبقى موجودة في المسامير ديت بتتشال. انا هفكها علشان اعرف انضف السكيت دهوت كويس جدا. طيب، بعد ما فكينا الكف وفكينا كل حاجة، دلوقتي نفرش السكيت دهوت من غير أي حاجة عشان نطلع أي قشرة أو أي تراب خشن. طيب، بعد بقى ما نضفنا السكيت بتاعنا، نجيب الصحن بتاعنا دهوت اللطيف علشان نحط فيه البريل بتاعه. المفروض تحط مع البريل شويه ميه بس عشان تدوب البريل، ولكن هو مخلوط معاه ميه اوريدي. ما تحطش كميه كبيره عشان ما تلمهوش. وبعد كده تجيب فرشتنا اللطيفه وتشمر ايدك كده وتقول بسم الله. يلا خلونا نبدا. بس خلي بالكم برضو لما تيجي تنضفوا حاولوا ما تنزلوش عند البيرنج تحت ده، عشان لو ما عرفتوش تفكوا الويلز زي ما انا ما عرفتش ان انا افكها في السكيت دهوت عشان كانت مربوطه قوي. الموضوع كان صعب، والانكل برضو ما كانش بيساعد.
طيب يا جماعه، احنا دلوقتي خلصنا البوت، ما نزلناش على الفريم قوي، نضفنا بس البوت. بعد ما ننضف البوت على طول امسحه بحته قماشه تكون رطبه شويه علشان تمتص الصابون اللي عليها، وبرده ان هو ما يبقاش عليها ميه كتير علشان ما تكونش عندنا صدى لو انت عندك قطع معدنيه في السكيت، فحافظ عليها قد ما نقدر. طيب يا جماعه، بعد ما نضفنا بالقماشه بتاعتنا الرطبه، دلوقتي هناخد بقى شويه مناديل وننشف السكيت بتاعنا بشكل كامل. طيب يا جماعه، بعد ما خلصنا من البوت نخش دلوقتي بقى على الفريم والويلز. تنظيف الويلز والفريم، انت المفروض تفك الويلز وتفك الفريم وتفك حتى البيرنج. عشان تنضف البيرنج لوحدها والويلز تحطها تحت الحنفيه عادي جدا، تسيبها تتغسل وبعد كده تسيبها تنشف، بعد كده تركب البيرنج وبعد كده تنضف الفريم. وده المفروض كلها خطوات المفروض اعملها في الفيديو دوت، ولكن انا ما عرفتش افك الويلز، الموضوع كان محبط شويه تمام، حتى الاناكير ما كانش مساعدني، ولكن موضوعها بسيط جدا. بس اهم حاجه مفيش نقطه ميه تخش في البيرنج، علشان لو دخل البيرنج فكده على الله خالص. فنخش دلوقتي على تنظيف الفريم والويلز، ويلا خلونا نقول بسم الله. ناخد بقى الفرشه الناشفه بتاعتنا اللي احنا جبناها في بدايه الفيديو، ونبدا ننظف الويلز. اهم جزئيه ممكن تنضفها في السكيت كله اللي هي الجزئيه ما بين الفريم والبيرنج، عشان بتكون فيها التراب على الزيت فبتحجر وبتعيقك في الحركه، وغير كده بتبهدل البيرنج عندك. حاول انك تنضفها بشكل دوري. بعد ما نضفنا الويلز بتاعتنا نجيب القماشه بتاعتنا علشان نيجي ننضف الفريم والويلز بتاعتنا. حاول ان ما يكونش مليانه ميه، يعني يكون فيها شويه رطوبه بس، علشان ما تبهدلش زي ما انا قلت لكم البيرنج، عشان دي حاجه حساسه جدا. اوكي، دلوقتي احنا نضفنا الفريم، نيجي بقى نخش على على الجزئيه اللي بعدها، هو تنظيف الويل. علينا برضو نكون حريصين زي ما انا قلت لكم، مش شرط ان هو تنضفها حلو قوي، افضل حاجه انك تفكها من مكانها، ولكن الموضوع بيبقى بسيط، يعني مش بتبقى شكليات اكتر من انها تكون حاجه عمليه يعني. دلوقتي احنا خلصنا البوت وخلصنا تنظيف الفريم وخلصنا تنظيف الويلز، وباقي دلوقتي البيرنج. تمام، البيرنج دوت انا عملت لها فيديو خاص بيها، تمام، هتلاقوها هنا او هنا. وبعد ما تنضفوا البيرنج وتنضفوا البوت وتعملوا كل الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو بتاع النهارده، هتحط السكيب بتاعك كده على جنب، وتيجي تخش على على الاسترات بتاعتك، وتجيب بقى الفرشه بتاعتك اللي فيها شويه صابون وتنضفها كويس. طب يا جماعة، بعد ما نضفنا السكيت ونضفنا الكف ونضفنا الاسترات بتاعتنا ووريتكم ازاي ننضف اللاينر والرباط، دلوقتي بقى نيجي نركب بقى السكيت بتاعنا بعد ما نضفناه وظبطناه، ويلا بينا بقى على اخر خطوة في تنظيف السكيت دوت، وهو تركيبه. طيب، من ناحية تنظيف اللاينر فهي عملية بسيطة جدا، محتاج فيها طشت تحط فيه مية أو تستخدم البانيو زي ما أنا عملت في الفيديو، وتحط كمية بسيطة جدا، يعني تقريبا نص كوباية من الأومو أو البرسيل أو أي مادة صابونية بتغسل بيها الهدوم، وهتحتاج كمية بسيطة جدا من الكلور، يعني بنسبة تقريبا الغطا بتاع المية تحط فيه شوية كلور وتحطها مع المية اللي أنت حاططها في الطشت. وهتحتاج معاك الفرشة. بعد ما تعمل الخلطة دي كلها هتحط اللاينر بتاعك، وزي ما انتم شايفين اللاينر اللي احنا استخدمناه في التنظيف مش نفس اللاينر اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي هو الاف ار 1، لاننا ما نضفناش اللاينر بتاع السكيت الاف ار 1، ولكن عشان اوضح لكم كيفيه تنظيف اللاينر. طيب، بعد ما حطينا اللاينر نسيب اللاينر تقريبا 3 ساعات او 6 ساعات على حسب ما انت حابب، وبعد كده تيجي تفرشه بالفرشه بتاعتك وتفرشه من جوه ومن بره ومن كل حته علشان يتنضفوا من كل الاماكن. وبس، من بعد ما تنضف اللاينر تشطفه بشويه ميه علشان تنزل الصابون اللي عليه، وبعد كده تنشره او تحطه يصفي ميته، وبعد كده تحطه في الشمس. وبس، مبروك عليك، نضفت اللاينر. طيب يا جماعه،
خلاص هتضيف السكيت. اتمنى انكم استفدتوا بقى، وما تنسوش بقى تحطوا لايك وسبسكرايب بقى، وعملنا فول على الانستجرام بقى، خدوا الباكج كله يعني. وبس هنا وصلنا لهذا الفيديو. ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على محمد. كان معاكم الشوم، في امان الله الكريم. السلام عليكم. إيه. اي اللاينر طلعت ايه؟